وما الأوقات التي تحرم فيها الصلاة أو تكره الصلاة فيها؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له: صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم اقعد عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر. ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وروى الجماعة إلا البخاري عن عقبة ابن عامر قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف أي تميل للغروب حتى تغرب. فالأوقات المذكورة في هذه الأحاديث 5: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها. وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم، وهو عند إقامة الصلاة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعي على النافلة التي لا سبب لها، أو التي لها سبب متأخر كالاستخارة. أما أبو حنيفة فمنع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة، ما عدا عصر اليوم وما عدا صلاة الجنازة. هذا هو الحكم إجمالا، وهناك تفصيلات في المذاهب، والله